السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وأهلا بكم إخواننا في هذا الفيديو الجديد على قناتكم كشف الكنوز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم جميعا وأن يتقبل منا منكم هذا الشهر الفضيل صياما وقياما ودعاء وذكرا إن شاء الله، يجعلنا فيه من المقبولين من العتقاء من النيران، والله يعيد علينا وعليكم الخير والصحة والعافية. نتحدث إخواني في هذا الفيديو المخصص عن جهاز إكستريم هونتر. كثير من الجدل، كثير من الأسئلة، كثير من فريق يقول جيد وفريق يقول لا. نحن جربنا جهاز أكثر من مكان، أمكنة صعبة متمعدنة صخرية، وجربناه على تربة أيضا تراب متمعدن، وجربناه على عدة أماكن وأكثر من مرة، وحكينا في فيديو سابق طبعا. إخواني، في فيديو أنا قدمته سابق عم بشرح عليه وكيف إنه يعني طريقته على شلون النظام اللي يعمل به وكذا. في ناس يعني إنه فكرت إنه أمتدح يعني أو أسوق. المهم نبين بعد التجارب على هذا الجهاز إيش شو اللي عم بصير، المشاكل اللي عم بصير. طبعا أذكر أول شيء إنه هذا الجهاز يأتي بإصدار عادي فقط، هذه الحقيبة الجهاز تمام، الإكسسوارات وفقط قرصين. وفي إصدار يأتي فول باكج، يعني يأتي معه تمام عصا ويأتي معه قرص، هذا يسمى إصدار فول باكج، يعني هذا كامل. طيب، هذا إخواني الجهاز عليه لغط كبير. أول شيء، أول ناحية هامة جدا، بأنه في إصدارات عم تطلع مثل معدل عليها مصلحة، يعني لا أعلم فيها مشكلة. لأني أنا في أحد المرات أتيت بنفس الجهاز تمام، ولكن الجهاز ما عنده كفاءة يجيب نص متر. فانتبهوا هاي الناحية جيدا. المصدر الذي اللي عم تشتري منه الجهاز كتير مهم جدا جدا. لازم إخواني، أحيانا الإنسان بيسترخص مشان 100 مشان 200 كذا بياخد، فبيطلع الجهاز معدل مصلح مفكوك فيه مشكلة. فاحذروا هذه الأشياء، التعديلات، إن كان في عم بيجي تركي معدل، إن كان غير. المهم احذروا من هذه الأشياء إلا يكون أصلي وعلى كفاءة عالية، والجودة اللي بيجي، الضمان اللي بيجي طبعا من الشركة. هاي نقطة هامة حكينا فيها، انه في منهم عم بيجوا مضروبين. طيب، اللغط اللي اثاره هالجهاز، ناس بتقول جاب معي عمق جيد، وناس بتقول هذا جهاز فاشل. راسلوني اخوة من سوريا، من الاردن، من كذا، انه يا اخي اشتغلنا عليه، الجهاز طلع يعني، ناس طبعا عبقول لكم، ناس شكرت منه وناس قالت انه سيء جدا. ايش شو العب صير في الاكستريم مونتر؟ اخواني، انا قدمت عليه فيديو وجربته في عدة اماكن. الجهاز نظامه لا يستقر، صعب استقراره على الترب المتمعدنة الصخرية اللي فيها نسبة تمعدن عالية، راح يعذبك. فإيش بدك تسوي في هذه الحالة؟ راح تخفف الحساسية، يخف العمق. ركازته دائما هذا النظام القرصين إخواني، هذا مو نظام قرص يعني لنقطة الصفر. هذا النظام القرصين دائما يكون ركازته على الترب الصخرية الصعبة المتمعدنة الكوارتزية، ايش بدك احكي، اللي فيها نسبة تمعدن ونسبة بازلت ونسبة صخرية صعبة، فصعب يركز معك، وتحتاج إلى أن تعمل عليه بعض الخبرة في توصيل الأقراص البلوتوث. إيش اللي عم بصير؟ ناس بتقول لك تمام هذا القرص ما بشحنه بلوتوث، فبيروح بيحط الجهاز وما بيوصل معه، وأحيانا عم بيجي في مشكلة في القرص. تمام، هذا القرص ينوصل على البلوتوث. تعرفوا إخواني، شرحت على هذا الموضوع. هي الشغلة كتير هامة جدا جدا، لازم نوعى لهذه الأمور. هلا خلينا نشوف الجهاز هذا. إذا إخواني، بالنسبة للأراضي المتمعدنة، أنا لا أنصح أحد ولا أمدح شركة أن أقول لك خذ الجهاز. ناس، أنا نزلت الفيديو ففي بعض الإخوة قالوا لي أنت يعني أخذنا منك واشترينا من عند غيرك. طيب، أنا إيش ذنبي؟
يعني أنا جربت الجهاز، عمقه طيب، لكن إخواني غير مستقر على بعض التراب الصعبة. إذا أنت ما عرفت تشتغل عليه، شيء آخر، نقطة أخرى، أنت جايبه من عند شخص غير موثوق، ما هو من عند مصدر الشركة الصحيح. طب أنا ماذا أفعل؟ أنا قلت لك، قدمت لك تجربة وشرح عن إعدادات الجهاز، هذا الجهاز كذا كذا كذا. لكن انتبه، أول شيء تجيبه مصدر صح، جهاز يكون يعمل صح. أنت يجب أن تتعلم كيف تعمل عليه، توازنه، موازنته على بعض التراب يا إخواني صعب، خاصة إذا صخرية متمعدنة. إيش بدنا نساوي؟ بدنا ننزل في الحساسية لتحت 60، هو الطبيعي 80-90، فعندك تمعدن شديد، نزلنا لتحت 50 لتحت 60، فاليوم راح حمق الجهاز، صار متر، متر ونص. هذا شيء طبيعي، لأن أرض متمعدنة، وهو راح يشوش، يظل يشوش معك. هاي مشكلة كثير ناس اشتروا. في ناس تقول أنه عميق وتطبل، أنا لا أطبل لأحد. هذا الجهاز هيك مشكلته. كل جهاز له عيوب، له سلبيات وإيجابيات، فنحن حكينا وشرحنا يا أخواني. لكن بالمختصر، الجهاز إذا عندك أرض صعبة، صعب ركازته، وبنفس الوقت راح يعذبك بالموازنة، ولا يستقر إلا تخفف الحساسية. والحساسية من تحت 50 45 و60 راح يخف العمق، لأني على أقصى حساسيته عم بجيب يعني 3 متر، 280، 3 وشوي حسب حجم المعدن. تمام. لكن أنا إذا اليوم تحت 50 تحت 45، إذا ضاع العمق، وبنفس الوقت راح يعني أكسب استقرار الجهاز. فبالمختصر، الجهاز إخواني للتراب الصعبة بيعذب، غير مستقر أحيانا. أتكلم وأنا يعني حتى يعني دائما أخلص زمتي كما يقال، يعني احنا بشهر فضيل. هذا إذا عندك أنت صعوبة في تمعدن الأرض وعندك مشكلة، لا تشتغل عليه، راح يعذبك. وحكينا إذا خففنا راح الحساسية. وإذا خبرتك قليلة في هذه الأمور ما بنصحك فيه، لأني بده شوية يعني في البلوتوث وكذا، فيه شوية تعقيدات، بدها تكون تعرف بالتكنولوجيا شوي. يعني هو شركة الإكس بي كلها شركات أقراص وبلوتوث ولاسلكي وهذه الأمور، وأعطاله كثيرة الجهاز. طبعا إذا واحد أخده جديد ما في مشكلة، لكن مع الزمن يعني هون عندك هون بطارية، هون عندك التكنولوجيا بالنسبة لوصل البطارية وهذه الأمور، كله لاسلكي وكله كذا. فيحتاج يعني إلى خبرة بالتكنولوجيا شوي، تكون عندك شوية شطارة، تتعلم النظام كيف تشتغل عليه، وهذا كل شيء. ودائما الموازنة، معايرة التربة يا أخواني، لا تحط الجهاز على التربة وتعير، هذا أكبر خطأ. قلت لك بعض التراب ما بياخد موازنة، بيعذبك بيشوش. النقطة الهامة أيضا، من القرص تقدر تعرف أنه الأصلي. في أقراص تصنع بغير الشركة، يعني بيجيبوا الجهاز مش شركة وبيحطوا الأقراص تصنيع محلي حسب بقى كل محل، يعني تركي مثلا، إماراتي كذا. المهم حاول تتأكد من القرص أن يكون عليه ختم الشركة. النقطة الأهم إخواني الكرام، بالنسبة للأقراص، واحد منهم بيجي له بطارية، هذا بياخد شحن، يعني بدك تشحنه لحتى يكون في طاقة يعطي القرص الثاني. تمام. هاي البطارية يا إخواني إذا جبته جديد فورا حطه بالشحن حتى ياخد ما تضرب بطارية القرص. إذا فرغت وأنت عم توصله وعم تشتغل عليه، أحيانا عم تضرب البطارية ما بقى بتاخد شحن، بيوقف عندك أحد الأقراص، وبالتالي راح يوقف القرصين. تمام. فتأكد من ختم الشركة، هي شغلة البطارية تأكد منها إنه يكون ممتلئة، تشحنه، وخاصة إذا كان جديد. وكل ما بدك تشتغل عليه تأكد من شحن بطارية القرص وليس الجهاز، لا أتحدث عن جهاز، حتى ما تشتغل عليه ويضرب معك ما بقى نوصل، ما بعود بياخدوا الجهاز أبدا. لأني إذا ضربت البطارية بدك تغير تفك القرص وتغير بطارية القرص. تمام إخواني، هاي أهم الملاحظات. تحياتنا لكم. لا تنسوا دعم هذا الفيديو باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم بخير برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.